We did not discuss them today specifically because we have the laws of the game as they are and تصريح ناري وخطير من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني إنفانتينو يخرج فيه عن صمته ويهاجم بغضب مدرب المنتخب السنغالي بعد انسحابه وإفساده نهائي كأس الأمم الإفريقية، ويتخذ موقفاً حاسماً ينحاز فيه للمنتخب المغربي ويعد بقرارات تاريخية. لكن قبل أن نبدأ، إذا كنت ترى أن مدرب السنغال هو من دمر المباراة، لا تنسى دعم الفيديو بالإعجاب واكتب في التعليقات العدالة للمغرب، ولا تنسوا ذكر الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما وقع في نهائي كأس الأمم الإفريقية لم يكن هزيمة للمغرب، بل فضيحة مدوية هزت ضمير الكرة الإفريقية بأكملها. منتخب مغربي قاتل حتى آخر ثانية، لعب بروح وشرف، قبل أن يتحول النهائي فجأة إلى مشهد عبثي بسبب قرار انسحاب مدرب السنغال، قرار قتل المباراة وشوه اللقب وترك وصمة عار في تاريخ البطولة. هذه ليست خسارة، بل سرقة معنوية بكل معنى الكلمة، لأن كرة القدم لا تحسم بالهروب ولا بالفوضى، ولا تتوج بالأعصاب والانهيار. هنا دخل رئيس الفيفا جياني إنفانتينو على الخط في تصريحات غاضبة نقلتها وسائل إعلام سويسرية، وقال: اليوم لا أتحدث فقط بصفتي رئيساً، بل كشاهد عيان على واحدة من أقذر الليالي في تاريخ كرة القدم الإفريقية، ليلة يجب أن تسجل في كتب العار لا في سجل البطولات. وأضاف أن ما حدث في النهائي لم يكن مباراة كرة قدم، ولم يكن خلافاً تحكيمياً، ولم يكن سوء فهم، بل جريمة رياضية مكتملة الأركان، جريمة في حق اللعبة وفي حق الجماهير وفي حق قارة كاملة. وتابع إنفانتينو بغضب: عار على الكرة الإفريقية أن نشاهد مدرباً ينسحب من نهائي قاري فقط لأن الحكم احتسب ركلة جزاء صحيحة في الوقت بدل الضائع. أي رسالة نبعث بها للعالم؟ أي صورة هذا؟ هذه ليست احتجاجات، هذا هروب، هذا تخريب متعمد، هذا اغتيال لمباراة أمام أعين الملايين. وأكد رئيس الفيفا أنه كان حاضراً في الملعب وشاهد اللقطة على الشاشة العملاقة، وقال أن المخالفة كانت واضحة وضوح الشمس: مسك ودفع صريح من مدافع السنغال داخل منطقة الجزاء، لا تحتاج إلى إعادة ولا لتحليل، ركلة جزاء صحيحة 100%. وأضاف أنه لم يكتفي برأيه الشخصي، بل تواصل مباشرة مع رئيس لجنة الحكام في الفيفا بيرلويجي كولينا، الذي أكد له بالحرف الواحد أن القرار التحكيمي سليم ولا يقبل أي نقاش. ثم فجر إنفانتينو مفاجأة مدوية حين قال أن ما حدث لم يكن انفعال لحظة، بل كان مخططاً له مسبقاً بنية واضحة لإفساد المباراة إذا لم تسر الأمور كما يريد الجهاز الفني للمنتخب السنغالي، محملاً مدرب السنغال المسؤولية الكاملة للفوضى. وأوضح أن المدرب هو من أشعل النار، وهو من حرض، وهو من خلق هذا الجو المشحون، واختار طريق الفوضى بدل الروح الرياضية. وما تلا ذلك حسب وصفه كان مشهداً مخزياً: اقتحام جماهير لأرضية الملعب، اعتداءات على عناصر الأمن المغربي، اشتباكات، صراخ، تهديد، تخريب. وسأل إنفانتينو بغضب: هل هذا نهائي قاري أم ساحة شغب؟ هل هذه كرة قدم أم مسرح فوضوي؟ ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أشار إلى تصرفات حارس مرمى السنغال الذي تعمد استفزاز إبراهيم دياز والضغط عليه نفسياً قبل تنفيذ ركلة الجزاء في أجواء مسمومة وغير طبيعية، ما أدى إلى إهدار الركلة، ليس بسبب ضعف اللاعب، بل لأن المباراة قد قتلت نفسياً قبل أن تقتل كروياً. وقال رئيس الفيفا بلهجة حاسمة: دعوني أكون واضحاً بلا دبلوماسية، ما حدث لم يكن صدفة، بل خطة قذرة لإغراق النهائي في الفوضى وتعكير الأجواء وإخراج لاعبي المغرب من تركيزهم، وقد نجح ذلك للأسف. لكن هذا الملف لن يغلق، وهذا العبث لن يمر دون حساب.
وأعلن إنفانتينو فتح ملف كامل وثقيل عبر لجان المسابقات والانضباط، يشمل المدرب والجهاز الفني وبعض اللاعبين وحارس المرمى والجماهير وكل من حرض أو شارك أو سكت. وأكد أن العقوبات القادمة ستكون قاسية مؤلمة وتاريخية، وقد تشمل إيقافات طويلة، شطب نهائي، حرمان من كأس العالم، سحب اللقب، إعادة المباراة، مشدداً على أن الأمر لن يقتصر على غرامات أو عقوبات شكلية. وأضاف أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتحمل بدوره مسؤولية كبيرة، وعليه أن يخجل لأن هذه الفضيحة حدثت تحت رايته وفي أهم مباراة في بطولته، وإذا لم يتخذ قرارات حقيقية فسيكون شريكاً في هذه الجريمة الرياضية. أما عن تتويج السنغال فقال إنفانتينو بصراحة قاسية: هذا لقب ملوث تحيط به الشبهات، لم يحسم في أجواء نظيفة. وأعرب إنفانتينو عن حزنه وغضبه لما تعرض له المنتخب المغربي، فريق لعب بشرف، قاتل برجولة، واحترم قوانين اللعبة، لكنه كان ضحية عقلية لا تعرف كيف تخسر. وختم رئيس الفيفا رسالته قائلاً أن من أفسد هذا النهائي سيدفع الثمن، ومن لوث صورة الكرة الإفريقية سيدفع الثمن، والفيفا لن تجامل ولن تساوم ولن ترحم في هذه القضية. وأكد أن ما حدث يعد سابقة خطيرة تهدد جوهر الكرة القدم، وأن الرد لن يكون عادياً بل قوياً وغير مسبوق، وقد يصل إلى تعديل القوانين نفسها لمنع تكرار مثل هذه الفوضى مستقبلاً. وفي النهاية شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا دعم الفيديو بالإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد.